السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الحلوين، عاملين ايه؟ تعالوا نحكي قصة مشوقة عن بر الوالدين. رجل ضحى من أجل أبنائه. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في رجل اسمه همام وزوجته، كان لديهم ابنان فارس وزياد، وكانوا يعملون مع بعض همام وزوجته في حرفة يدوية. كان لديهم أموال وبيت وأرض ومحل يتاجرون فيه في الحرف اليدوية اللي بيصنعوها. كان أولادهم بياخدوا كل اللي بيحتاجوه دون سؤال، حتى كبر فارس وزياد، وتم اختيار كل شخص بالزوجة المناسبة ليه. وبالفعل تم عمل فرح فارس بكل التكاليف. وبعد فترة تزوج زياد زي أخوه بكل التكاليف. مين اللي اتكلف بيها؟ باباه. كان من كل ده من شاء الأم والأب مع بعض. في يوم مرضت الأم، وكانت تطلب من أبنائها الزيارة ليها، وتيجي كل زوجة إن هي حتى على الأقل تشوفها محتاجة إيه، لأن هي ما كانش عندها بنات. ولكن كل زوجة كانت بترفض وتقول له أنت مش جايبني من بيت أهلك، من بيت أهلي عشان أخدم أهلك، فماليش فيه. أنت عايز تروح تخدم روح يخدم. وهو كمان ما كانش بيروح يخدم. وفي يوم من الأبناء ما بقوش يجوا بحجة المشاغل والمسؤوليات، ولو كانوا جم بيجوا وقت بسيط ويمشوا. وفي يوم من الأيام كانت حالة الأم صعبة حتى توفت، وبعد الوفاة أصبح الأب يعيش لوحده وحيدا في البيت. كل من أولاده كان في عمله، محدش فيهم كان بيجي يشوف باباه ولا يشوفه هو عامل ايه. كان فعلا مؤثر في حالته الصحية وفي ملابسه ونظافته ونظافة البيت وملابسه. فعلا زاره في يوم من الأيام. جه ابنه فارس لما رجع من الشغل وراح زار باباه، فلقى حالته الحالة ديت. راح حكى لمراته، قالت له أنا ماليش دعوة، ماليش إن أنا أروح أخدم لأبوك ولا أعمل أي حاجة. برضو زياد راح قبل كده برضو يزور باباه، برضو مراته قالت له نفس الوضع. فارس وزياد عارفين مراتهم مش هيروحوا يخدموا، بس على الأقل هم المفروض يروحوا يقعدوا مع باباهم. ما عملوش كده. أبوه بدأ اللي هو يطلب منهم هم يتجمعوا، البيت كبير وهو عايش لوحده، عيشوا معايا وقعدوا معايا، مرضوش. وفي يوم من الأيام كان كل مادة كده فارس يروح يقول أنا محتاج ومحتاج ومحتاج. على الناحية التانية برضو زياد كان برضو بيعمل الحاجات دي، يروح يقول أنا عايز وعايز وعايز. فجأة الأب زهق وقعد يقول لكل واحد فيهم ده مالك أنت وأخوك، ما ينفعش ان انا اديك انت واسيب اخوك، وما ينفعش اديكوا انتوا الاتنين، لازم دوت يتقسم ما بينكم انتوا الاتنين في الاخر. بدأوا يتجمعوا كلهم وراحوا وقالوا له احنا عايزين فلوسنا. فقال لهم ده مش فلوسكم، دي فلوسي انا. قالوا له ماشي، احنا كده كده عايزين فلوس وحياتنا مسؤولين من يعني ازواجنا زوجاتنا وابنائنا محتاجين فلوس واحنا عايزين فلوس، فياريت تقسم باللي معاك. بالفعل بعد إلحاح شديد بدأ الأب يتنازل عن كل حاجة حتى البيت اللي هو قاعد فيه. وفي يوم من الأيام اتجمع فارس ومراته وأولاده، وزياد ومراته وأولاده اتجمعوا وقالوا له أنا جاي عشان كل واحد منهم قال أنا جاي عشان ياخد نصيبي من البيت. وبالفعل كل واحد قعد في النص بتاعه، وده يرفض باباه ان هو يقعد في النص ده، والتاني يرفض يقعد باباه في النص ده. بدأت الزوجات تقرف منه ويتلككوا بأي طريقة ان هو مش عايزين يعيشوا معاه. واحدة واحدة اجتمع الأخين زياد وفارس وبدأوا ان هما يطردوا أبوهم من البيت. قال لهم بس ده بيتي وده حقي. قالوا له مالكش حاجة عندنا، وانت متنازل عن كل حاجة معانا والورق معانا، انت مالكش لازمة ومالكش قاعدة عندنا هنا تاني، اطلع بره. وفعلا طردوه. الكلام ده كان قبل رمضان. ولما جه رمضان راح لهم وقال لهم انا شامم ريحة الاكل حلوة وسامع ضحكوكوا، ممكن اقعد اكل معاكوا؟ راح قالوا له لا، مالكش قاعدة عندنا. ومرات فارس بتقول له انا مش ناقصة وانا مش عايزة، دي ريحته وحشة وبقى وحش، وانا مش عايزة عيالي يشوفوا المنظر ده، لو سمحت خرجوا بره.
وفعلا خرجوه بره. كان طالع جسمه مش قادر يسحبه من كتر الهم والقرف اللي هو حس بيه. قال يعني انا بعد ده كله وبعد ما تعبت طول عمري في الاخر عيالي زهقوا مني وعايزين يرموني بره. بالفعل مرات زوجة اياه زياد قالت له روح عندك الجامع ولا عندك مائدة الرحمن، روح كل في اي مكان ما تقرفناش بيك. طبعا العيب على الصبيان اللي واقفين زياد وفارس ومستنيين الكلام ده يتقلبوهم. بالفعل سمعوا كلام زوجاتهم وقفلوا الباب وقعدوا يكملوا ضحك وهزار وأكل. لما راح الأب الجامع وكان حزين، الشيخ سأله، راح قال له على اللي حصل. راح قال له طب خلاص ارجع تاني لعيالك في السحور يمكن ياخدوك، يمكن كانوا متضايقين. راح لهم تاني أبوهم في السحور، قالوا له بعد كده ما تخبطش علينا، لو خبطت علينا هنبهدلك، يعني هيضربوه أو حاجة زي كده. بقى يحاول معاهم في السحور والفطار، سحور وفطار، وفي الآخر لما زهق ذهب للشيخ وقال لهم. الشيخ بقى بدأ يقول لهم انتوا بتعملوا ليه كده مع أبوكم؟ أبوكم هو اللي عطيكم الفلوس، ولولا أبوكم انتوا كنتوا بتحتاجوا كل حاجة منه، وهو لو غلطان ان هو أصلا عطاكوا فلوس وعطاكوا ورثه وعطاكوا أملاكه وهو حي، وليه أخرجتوه من بيته وهو مش لاقي أي مكان؟ هنا تدهور حالته الصحية لأبوهم. وفجأة في يوم من الأيام والشيخ رايح يصلي لقى والدهم توفى وهو قاعد تحت الشجرة. ذهب الشيخ إليهم مسرع، قال لهم أبوكم مات، تعالوا علشان تغسلوه وتدفنوه. هنا رفض كل منهم فارس وزياد. ليه؟ قال لهم احنا معناش فلوس نصرف عليه وعلى الكفنه وعلى تغسيله وعلى دفنه. هنا اجتمع الشيخ مع كبار المدينة وكانوا حزنة جدا باللي فعلا حصل. ذهب الشيخ إليهم وهو في حزن وقال لهم إن الدنيا دوارة، كل ما عملتوه في أبوكم لازم ولا بد إن يحصل معاكم، كما تدين تدان. وبالفعل بعد الوفاة والدفنة بعد فترة خسر زياد كل تجارته، يعني كان بيتاجر، وأيضا فارس. مرضت زوجته وصرف عليها كل ما يملك حتى تشفى من المرض ولا يوجد أمل في حالتها. وهنا عرف فارس وزياد إن الذنب ده ذنب أبوهم. بعد فترة طبعا أبناء فارس كان عنده ابن اسمه محمد وزياد ابن اسمه أحمد. وبالفعل محمد وأحمد عيال فارس وزياد بدأوا إن هم يحترفوا بالحرف اللي هي بتاعت جدهم اليدوية، لأن هم كانوا بيحبوا جدهم، كانوا بيتعلموا منه الحرفة. بعد فترة بعد فترة موت زوجة فارس، بعد فترة كان محمد ابن فارس معاه بعض الأموال من صناعة الحرف. وهنا فارس كانش عارف يعمل ايه ولا كان يشتغل ايه، وراح قال لابنه محمد انا عايز جزء من الفلوس عشان مش لاقي اكل. راح قال له محمد انا مش مسؤول عنك عشان اصرف عليك. رد فارس وقال له ليه كل القساوة اللي في قلبك دي؟ انا عمري ما بخلت عليك في حاجة، ليه بتعمل كده؟ رد محمد وقال له انا عملت زي ما انت ما عملت مع جدي، فلما انت عملت كده مع جدي عرفت ان ده اكيد صح، فانا قلت اعمل الصح. وهنا ندم فارس على كل ما عمله مع ابوه وافتكر كلمة الشيخ كما تدين تدين. وهنا انتهت الحدوتة. نتعلم ان بر الوالدين حاجة عظيمة جدا، لازم نتعلمها ونعملها ونعمل بيها عشان خاطر الآخرة اللي هو يوم الحساب، ربنا هيحاسبنا، وعلشان خاطر عيالنا أكيد بيشوفوا احنا بنتعامل ازاي مع بابا وماما، هل بنتكلم معاهم بأدب واحترام ولا بنزعق فيهم ولا بنعمل ايه. يا ريت كل واحد عنده أم وأب يبوس ايديه ويبوس رجليه ويحمد ربنا، يجري دلوقتي على الأم وأبوه ويبوس ايديهم ورجليهم ويحمد ربنا ان لسه عنده فرصة ان هو يلحق يعمل اللي عمله، يصلح الغلط اللي عمله. وياريت كل فينا يحترم نفسه، وكل واحد فينا زي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، من لا يرحم صغيرنا ولا يوكر كبيرنا فليس منا. ياريت كل واحد أم وأبوه لسه عايشين يحاول يرجع يصلح من اللي فيه، ولو أمك وأبوك مش عايشين استغفر ربنا كتير وربنا يسترها علينا وعليك.
سلام في حلقة تانية من حلقات حكايات وقصص مشوقة. سلام.